انا متاسف لان وقف يعني حبس لي حسب الفيديو وقف. هاد المساله ديال الكاري وديال المكتري هي الان في هذه الحاله. احنا كنحسوا بان هذا الكوبل هذا ها هو يعني تحقر من الظروف وتحقر. وهذا السيد هذا مول الدار يعني حتى هو كيشوف بانه يعني باع ومتضرر وكذا، ولكن يعني ديك العلاقه الانسانيه اللي خصها تكون بين الطرفين ما يعني بعض الاحيان كتغيب. وهذه مدينه صغيره، يعني الناس يعرفوا بعضياتهم، يعرفوا مول الدار، هذا مول الدار وانه غادي باع الدار كيقول لهم انا بعت الدار وكذا. وحافظ وابتسام كذلك معروفين جدا في هذه المدينه الصغيره بنين صار. للاسف هذه العلاقات الكرائيه كتعطي هذا النوع ديال الممارسات، كتعطي هذا الصدام اللي وقع الان بين هذه العائله الصغيره والجميله ومول الدار. ولكن كيبقى دائما ذاك الحق ديال دوك الاطفال اللي خاصهم يعني لان الاطفال غادي يترسخ في الذهن ديالهم هذه المسائل، ان الضوء كيتقطع عليهم وبان كذا، وخصهم يوجدوا امتحانات. لحسن الحظ ان هذا ان البنيه الكبيره على ما اعتقد هي في السادس، ومع ذلك حتى هي عندها امتحان. آه، آه، من اللي غادي تدخل هذه المساله مانيش عارف انا واش غادي يدخل القضاء ولا ما تدخلش القضاء، لان القضاء في النهايه هو اللي غادي يحل المشكل ديال هذه المساله، لا ديال هذه البنيه ولا البنيه ديال الضوء، يعني الكهربائيه ديال هذا السكن. لانه دابا واخا ساكنين في ظروف ما غاديش يتمتعوا بهذا الدار، ما غاديش يتمتعوا، لان هو يطفى عليهم الضوء، هو يتقطع عليهم الضوء، هو كذا الى اخره، لان الخيط المشوم هذوك، لان يمكن ما نش عارف انا بالدار هذه. ولكن خاص خبره تقنيه، خاص في حاله ما الا مشاو للمحكمه، المحكمه راه غادي تعين خبير المختص اللي غادي يشوف هذه، وشكون اللي غادي يخلص هاد سميتو هاد لي شارج هادو ديال الخبير وديال الاصلاح وديال كذا وديال الى اخره. واش غادي يبقى ساكن مرتاح سي حفيظ وسميتو، وهادو الامتحانات وغادي وداخلين في حي جديد اللي ماشي هو الحي اللي كانوا ساكنين فيه بطبيعه الحال، جيران جداد الى اخره. يعني للاسف انا كنقول هذه هي الحقره ديال الزمان، لان الانسان راه يتقاتل وكذا في هذه البلاد. هذا كاع الناس كتقاتل مع الزمان، كتقاتل مع المعيشه، وكتقاتل مع هذا. جاي الامتحانات، جاي العيد الكبير، جاي العطله الصيفيه، جاي كذا، جاي بزاف ديال الامور. وفي نفس الوقت كتلقى بان العش اللي خصك تكون فيه مرتاح ما مرتاحش فيه. الدار اللي خاص سي حافظ والسيده ابتسام يكونوا مرتاحين فيها، يكون يعني يحسوا بالراحه ديال الدماغ، ها هما كيعانيو فيها معاناه. هي البدايه هكا. واش غادي يمشيو للقضاء، واش عاوتاني مصاريف ديال المحامي ديال كذا وندخلوا، واش غادي كذا الى اخره. نطلبوا الله سبحانه وتعالى ان يفرج على هاد الاسره بشي حل اللي يخليها تكون مرتاحه وتكون يعني تكون تعيش حتى هي الحد الادنى ديال نقولوا ماشي ديال الحريه، غير ديال الهدوء وديال الاطمئنان. لان الانسان ما كانش مرتاح في دارو ما عنده حتى بلاصه يرتاح فيها. فين ما مشى غادي يرتاح، ولكن دائما الراحه ديال الدار هي الراحه الاساسيه. ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يفرج عليهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.